بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل معاكم كفتة مشوية في الفرن، طريقة سهلة وبسيطة، وهنعملها بالبرغل. كمية بسيطة وهتكفي ان شاء الله. تعالوا نشوف المقادير ونشوف الطريقة. هنا معايا ربع كيلو من اللحم، حوالي يعني هو ممكن يكون ازيد من الربع كيلو، يعني حوالي 350 جرام. ومعايا بصلاية مبشورة، هنصفيها بس من المية بتاعتها، نعصرها من المية خالص وننزلها على اللحمة عشان بس ايه تبقى متماسكة ما تفكش منك. خلاص كده. هننزل بقى بالبهارات اللي عليها. هنا انا كنت جايبة البرغل النص كيلو بحط له كوباية، ده عشان ربع كيلو حطيت نص كوباية. غسلته ونقيته حلو ورحت غسلاه ونقعاه، سبته منقوع بتاع ساعتين. بعد كده صفيته من المية كويس اوي كده وعصرته ورحت حطاه على اللحم. كده هننزل بقى بالبهارات. هنا معلقة فلفل اسمر، ومعلقة كبيرة بابريكا، وبعد كده هنحط لها بهارات الكفتة. عندك حطي، ما عندكيش مفيش مشاكل. حطهم. وبعد كده انا هحط لها معلقة ملح. الملح بقى ده على حسب ايه الطعم انتي بتحبي ايه. هنقلبهم مع بعض. قلبيهم حلو مع بعضيهم كده. بعد كده هنزل بقى معلقة بيكنج باودر. المعلقة دي بقى هي اللي بتخليها ايه تنفش، وفي نفس الوقت ما تكشش منك ولا تفك، تبقى متماسكة معاكي. في نفس الوقت اللحمة ما تفكش منك ولا تكش. اهي معلقة صغيرة كده. هنقلبهم بقى مع بعض كويس. وبعد كده هجيب الكبة. انا هنا الكبة بتاعتي الكبيرة كانت بايظة، عملتها في كبة صغيرة بتاعة الخلاط، مشيت الدنيا كده بيها. نحطهم بقى مع بعض كده ونضربهم في الخلاط حلو. اهي دي كبة صغيرة بتاعة الخلاط، حطهم فيها حبة حبة كده، يعني مش كبيرة، هتاخد بس شوية شوية كده لحد ايه ما اخلص الكمية. ولازم اللحمة ما تبقاش حمرا، او لازم تبقى بنقول عليها ملبسة، يعني يبقى فيها نسبة دهن برضو، ما تبقاش حمرا خالص. يعني تروحي للجزار قولي له عايزاها لحمة ايه للكفتة، هو هيديلك، او لحمة ملبسة هو بقى بيفرمها بطريقته وبيزود اللي هي الدهن فيها. سيبها بقى تتحن مع بعضيهم كده. وبعد كده ايه نحط بقية الكمية. بصي بقت عاملة ازاي، زي العجينة كده، كلها بقت متماسكة في بعضيها. هو ده اللي انا عايزاه، القوام اللي انا عايزاه. هنكمل بقى بقية الكمية ونضربه. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت ما تنسينيش في الشير واللايك والاشتراك في القناة. هنكمل بقى بقية الكمية ونضربهم في الكبة.
هنا خلاص كده خلصتها كلها. انا عايزاها كده بنفس السمك كده وبنفس الطريقة، تبقى كلها ايه متماسكة مع بعضها، ما يبقاش باين فيها اي حاجة. والبرغل كل ما تنقعيه كل ما يبقى احسن، بيديكي نتيجة احسن. هنا خلاص كده جبنا الصينية وشلنا كل الكراكيب اللي كانت حوالينا، ونبدأ ايه نصبعها. هنا معايا عصاية بتاع شيش طاووق، هعصج عليه. صبعها بقى كده حسب الحجم اللي انت عايزاه برضو. انا هنا مكبرتهاش كتير لان هي الكمية ايه كانت قليلة، فعملتها كده ايه صوابع يا دوبك وسط، يعني لا كبيرة ولا صغيرة. بس ما شاء الله يعني رمت معايا ربع كيلو، رمى معايا حبة حلوين، وفي نفس الوقت الطعم كان جميل. صبحها كلها. انا هنا ما دهنتش الصينية حاجة لان هي ما شاء الله كان فيها دهن كتير، فقلت مش محتاجة يعني مش هتلزق، وانا هوريها لكم بعد ما تستوي كمان. ما دهنتش ولا سمنة ولا زيت، استكفيت بالدهن اللي فيها. لما بتدخل الفرن بتنزل الدهون اللي فيها. يا ريت يا حبايبي تتابعوا الفيديو للاخر عشان بس اللي نستفيد، يعني الفيديو ما يقعش، والقناة توصل بيكم ان شاء الله. انا كده يعتبر خلاص خلصت الكمية. هظبط بقى الصينية واظبط الصوابع حلو كده، وبعد كده اكون مشغلة الفرن. يعني انا كده شغلت الفرن خلاص، وهحطه في الرف الوسطاني مش هحطها تحت، بحيث تستوي براحتها. وهشغل من تحت بس. انا كده خرجتها خلاص، وسعت مكان في الوسط كده. بصوا هنا لا لازقة ولا اي حاجة. هنا بقى معايا قشرة بصل، احطها في الوسط واحط، وكنت مشغلة الفحم على حطها على النار. هجيب الفحمية احطها واحط عليها نقطة زيت. انا طبعا زي ما قلت لكم كنتش دهنة الصينية حاجة، وهي ما شاء الله شايفينها لا لازقة ولا اي حاجة. هحط هنا نقطة زيت عليها واغطي بقى. انا عايزة الدخنة دي بس، تدي بقى ما شاء الله ريحة جميلة، اكني ايه واقفة عند الحاتي كده وكبابكي، كأنها كفتة مشوية على الفحم، تاخد الطعم. وخلاص هسيبها كده متغطية واشوف انا هعمل ايه تاني. هنا خلاص خلصت، اشيلها بقى كلها وارميها واغرف بقى الكفتة. حطهم في الطبق اهم. ما شاء الله بصوا عملوا كمية حلوة برضو، مش بسيط، مش حاجة بسيطة برضو. شوفي دول هتشتريهم من عند الكباب بكام اهو. وعملت جنبيهم شوية مكرونة وما شاء الله. بصوا من هنا طرية ازاي ومستوية من جوه زي الفل اهي. ما شاء الله جميلة. وشوية مكرونة وشوية مخلل او سلطة خضراء اللي يعجبك اعمليه جنبيها. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوني الشير ولايك واشتراك في القناة، وربنا ما يحرمني منكم ابدا. اكلة بسيطة وعلى قد الايد.